صباح الخير. البطاطا الحلوة من أكتر الحاجات المفيدة جدا للولاد. تعالوا أقول لكم على طريقة ناكلها بقشرتها من سنة 4 سنين تقريبا عشان نبقى في الأمان. أول حاجة إن احنا بنغسل البطاطا كويس جدا وبننقعها يعني وبنغسلها وننشفها، وبعدين بحطها على الشبكة بتاعة الفرن بالميلة دي وعلى درجة حرارة 180 ل 200. بعد كده لو عندكم المروحة شغلوها، لو ما عندكوش حاولوا برضو تتابعوها. انا عايزة القشرة ما تتحرقش خالص. من نص ساعة لساعة الا ربع تقريبا بتاخد السوا بتاعها. وعايزة اقول لكم بتطلع، انا طبعا بختار البطاطا الرفيعة مش التخينة عشان تبقى طعمها احلى. وفي نفس الوقت بحطها في البولات او الاطباق اللي هي الشكل ده وهي واقفة. ليه؟ لان البطاطا بتعفن، يعني البطاطا حاليا معرفش ايه اللي بيحصل فيها، يومين كده وتلاقوها عفنت. ده بيطول من المدة بتاعتها بدل ما تحطوها في التلاجة، ان هي تفضل احسن. ودي شكلها طبعا بعد ما استوت تماما وحطيتها في الاطباق او الكوبايات او البولات ايا كان. ودي شكلها هوريها لكم بقى من جوه مستويه ازاي. طبعا القشره يعني نظيفه جدا، مفيش اي حاجه محروقه فيها. بس كده، اشوفكم على خير، متنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.